صباح الفل عليكم لو كنتوا بالنهار، ومساء الفل عليكم لو كنتوا بالليل. بقالنا كتير ما بنعملش ريفيوهات عن انواع قهوه جديده، والصراحه انا ما بحبش اعمل ريفيوهات كتير عن انواع القهوه اللي بجربها كلها، عشان ما احسش ان الموضوع بالنسبه للناس متكرر وحاجه اعتياديه. لكن لما بلاقي نوع متميز جدا وفعلا في حاجه حلوه، لازم اتكلم عنه واعمل عنه ريفيو. النهارده معانا النوع ده من القهوه، من محمصه مصنع القهوه السعوديه. النوع ده اسمه بامكن، وهو نوع قهوه جاي من بيرو. الصراحة هي أول مرة أجرب قهوة من بيرو، واللي لفت نظري في النوع ده بالذات إن الرسمة بتاعت البامكن كانت حلوة قوي، وكانت حاجة جديدة في إن إحنا في القهوة نلاقي رسمة بامكن موجودة. فعجبني شكل الباكج من بره، وعجبتني النوتس بتاعت القهوة، فقلت أجيبها وأجرب، وخصوصا دي أول مرة أجرب المحمصة بتاعت مصنع القهوة دي. وجربت النوع ده، وبالفعل يعني أنا هريته تجارب، جربته في كل أنواع القهوة اللي تتخيلوها واللي ما تتخيلوهاش. والصراحة النوع ده طلع فعلا مميز. انا جربته في الاسبريسو، جربته في الفلتر. في الاسبريسو كان يعني ينتمي لفئة الاسبريسو الفانكي، اللي هو حمضية لطيفة، تحس ان هو يعني اسبريسو منعنش شوية. لكن في الفلتر النوع ده رائع بجد، فعلا الفلتر مع نوع القهوة ده البرو بامكن من مصنع القهوة جميل قوي. انا جربته ايروبريس، جربته كيميكس، جربته في 60. هو في الايروبريس ما ظبطش معايا قوي. في الكيميكس كان جميل، لكن تحس ان النوتس بتاعته مش ظاهرة قوي معانا. لكن في الفي 60 كان فوق الرائع، كان جميل جدا، حلو قوي، نوتس جميلة وواضحة، وطعم قهوة فعلا حلو. اللي حسيت بيه اكتر حاجة كان الكاكاو والتمر. جوز الهند يعني هنتس كده بسيطة، لكن فعلا الطعم كان حلو، حلو قوي. وتحس فعلا ان نوع القهوة بتاع بيرو ده اللي هو ينتمي لأمريكا الجنوبية، اللي هو البرازيل والحتت دي، وفي نفس الوقت ملمس شوية في الجزء بتاع كولومبيا والسلفادور والحاجات دي. رسمة البامكن دي الواحد مش متعود عليها انها تبقى موجودة على الباك بتاع القهوة، خصوصا ان احنا دلوقتي في اجواء كريسماس وبتاعه، فالبامكن ده لطيف معانا في الاجواء دي. فانا قلت اعمل الفيديو ده عشان اقول لكم ان النوع ده تجربتي معاه كانت عامله ازاي. ولكل الناس اللي عندها في 60 وتحب تجرب قهوه كويسه بالفي 60، ارشح لهم مصنع القهوه البيرول بامكن جدا. النوع ده جميل يا جماعه، جربوه ومش هتندموا. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ويكون معانا ريفيو جديد او هنتكلم في حاجه جديده، لسه هنشوف كده الفيديو الجاي معانا هيكون ايه. ومع السلامه.